لما تحب تدلعيه وفري له وكمان غذيه. وتعالى اقول لك تعملي له ايه. هاتي بقى حبه الفراخ دول زي ما انت شايفه كده. حبه الفراخ ايه دول؟ مش حبه فراخ، دول يا دوبك قرن فلفل. انا بسميه فراخ على فكره. ما هو كبير قوي، عامل زي الورك كده، مش حاجه عاديه يعني. هاتي قرن الفلفل الجميل دوت، وخدي قطعه صغيره منه، ما تعملهاش كلها. وهاتي البصله كده اللي عماله تنط مننا يمين وشمال، بس هتروح مننا فين؟ احنا وراها والزمن طويل. قطعيها وحطيها في الكبه، وحطي الطماطميه ديت وقطعيها كده زي ما انت شايفه كده. خلي نص قرن الفلفل ده جنبك كده، هنحتاجه مش هنرميه. شويه كركم، شويه بابريكا، فلفل اسمر، ملح، كمون، كزبره، بهارات، سنه قرفه صغيره كده على سن المعلقه، وشويه زيت، وحبه من الصوص الباربيكيو. هو ده بقى الخلاصه عشان تبقى عارفه يعني. ماشي، عندك بقى حبه تحط عليها سنه جوز الطيب كده، ماشي. ما عندكيش خلاص، حلوه قوي كده وهتمشي الحيل. تمام كده. اضربيهم بقى ضربه مبرحه كده، ضربه جامده حلوه، تنعميها كده في الكبه بتاعتك. وتعالي نشوف هنعمل بيها ايه. هاتي بقى الغذاء الكامل بقى والحياه الحلوه معانا. واوعي تنسي، شفت احنا كنا هننسى ايه من كتر كلامنا؟ انا مش عارفه اعمل ايه في الرغيف بتاعي ده. هاتي حبه زر ورده على روزماري على ورقه لورا كده، واضربيها معاهم ضربه حلوه. خدي بالك من الايه، من التكات والحركات الجميله دي. على فكره تطلع الخلطه منك دي عسل. عارفه يعني عسل، سكر وعسل وملبن وحاجات حلوه كتير زيك كده. ماشي. المهم تعالي بقى ايه نظبط هنعمل بيها ايه. منى هتحشي بيها ايه، ولا هتتبلي بيها ايه، ولا هتعملي بيها ايه؟ عايزه اقول لك ان التتبيله دي ممكن تعمليها وتحطيها عندك في الفريزر، تحفظيها عندك في اكياس، في علب صغيره، وقت ما تحتاجيها تطلعيها تبقى جميله جدا جدا جدا. لحمه بقى، فراخ، اي حاجه حابه تتبليها بيها تمشي معاكي. انا كان عندي كده نص الورك من فوق كده، صدور دي ولا ايه يا جماعه بنسميها ايه؟ دي مش صدور، نص الورك من فوق كده، بمسكها اخرمها كده تخريمه حلوه، وبحط الخلطه التحفه دي عليها. يا نهار ابيض. طب لو ما عندكيش صوص الباربيكيو ده يا منى، طب ممكن تحطي معلقه عسل اسود عليها. والله العظيم عسل، دي هتبقى عسل العسل كمان. بصي صرفي حالك وما فيش اي مشكله. ما عندكيش عسل اسود، عندي عسل ابيض شغال. بصي احنا ما بنقولش لاي حاجه لا، وكل حاجه نعمه من عند الله. سمينا بسم الله وصلينا على رسول الله، يبقى الحاجه تطلع حلوه ولا لا؟ عليها افضل الصلاه والسلام. وتاكليها كده بالف هنا وشفا. يا سلام بقى لو تبلتيها التتبيله ديت وحطيتيها في التلاجة من بالليل. اوعي بصي وشك ده مش هتعرفيه. مش هتشوف وشك من هفاكي من الاكله الجميله ديت. المهم تعالي بقى ايه، لو مثلا مستعجلين حطيها نص ساعه، حطيها ساعه. مستعجله خالص حطيها في الفرن واضربي على طول، هتطلع منك سكر 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 زيك كده. ماشي. تعالي بقى نشيل الحاجه كده قدامنا على طول. امسحي مكان ما بتعملي، يبقى الرخامه بتاعتك ومكان ما بتعملي نضيف وجميل كده. حطي بقيه قرن الفلفل كده في النص. شفت ان احنا ما رميناهوش ولا حاجه ولا لا، وهيتاكل ده كمان يعني. بص مش هنرميه، خلي بالك، ده هيخليها زي العسل، وهو نفسه هيبقى زي العسل واخد من التتبيله كده، ومن غير ما نحط عليه تتبيله كمان. تمام كده حبايبي. تعالي بقى نحطها في الفرن ونسيبها في الفرن تستوي. تمام. كنت انا غاسله طقم التوابل بتاعي، كنت غاسلاه كده وسايباه ينشف ويتهوى، وهرصه كده في الحامل بتاعه. ماشي. هرص رصه حلوه كده، كل حاجه في مكانها، بس مش هحط التوابل بتاعته دلوقتي. انا بحبها يعني تقعد ليله كمان من غير ما احط فيها التوابل، بحيث تبقى متهويه وحلوه واخده ريحه التوابل بتاعتها، مش واخده ريحه صابون، ريحه ميه، ريحه اي حاجه. انت كده كده منشفاها وسايباها كمان وقت طويل. انا كنت سايباها وقت طويل قوي، بس انا احب اطمن قوي 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 على الموضوع دوت، عشان التوابل بتاعتي ما تبصش، ما تاخدش ريحه كده ولا كده. بص الحاجات دي بتفرق معاكي كتير قوي قوي قوي. ماشي. كان عندي جوله حلوه النهارده في المطبخ يعني، فقلت اضرب لهم صينيه الفراخ اللي انتوا شايفينها ديت. تمام كده حبايبي. المهم هنرص طقم التوابل بتاعنا كده ونركنه على جنب زي ما قلت لكم، مش هنحط فيه التوابل بتاعتنا خالص دلوقتي. تمام كده. الحاجات دي بتفرق في النظافه معاكي قوي قوي. اول ما طقم التوابل بتاعك او السكر او الحاجه تفضى معاكي، خديها لفه كده تحت الحنفيه. والله العظيم بصي تخلي حاجتك نظيفه كده دايما، مش كارفه اي حاجه. بصي زي العسل. وعلى بال ما رصينا الحاجه وخلصنا حاجتنا، ادي الفراخ بتاعتنا طلعت. وكنت كمان عملت شويه رز بشعريه، يعني تقدري تقدميها جنب شويه رز بشعريه. عندك اكل مثلا وعايزه تحطيها جنبها، بصي شويه مكرونه انت حابه تحطيها لضيوفك مع في عزومات جنب اي اكل انت حباه. بصي تحفه تحفه تحفه. الطعم بقى مش عايزه اقول لك عليه، والله بجد حقيقي هي جميله جدا
جدا جدا جدا. بس انا ما شفتش حد يعني قال لي تسلم ايدك ولا اللهم صل على سيدنا محمد. عايزين يا جماعه اليوتيوب يزلزل كده، يزلزل كده باللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا رب. عارفه ليه؟ تديكي بركه في حاجتك اللي انت بتعمليها، هتوسع رزقك، هتفتح لك كل باب مقفل كده. قادر يا كريم انا وانتوا وكل المسلمين يا رب وكل العالم العربي كله، وربنا يكرمنا ويسعدنا ويسعدكم. وكل من حط لي لايك ربنا يكرمه ويرزقه بركه سيدنا محمد يا رب، وشير كده. بصوا ربنا هيرزقكم من حيث لا تدروا ولا تحسبوا. كل اللي هيخش على القناه بتاعته يعمل لايك ويعمل شير ويفعل الجرس ويعمل متابعه. بصوا بقى، خشوا ما يهمكوش. عايزه اقول لك الصوص بتاعها بقى كنا بناكل بيه الفراخ تحفه تحفه تحفه. اوعي ترميه، انت فاكره ان انا هرمي؟ ده انا هحط لهم في بوله وهحط لهم على الاكل ياكلوا بيه، والله العظيم ما بيستغنوش عنه، عشان تبقي عارفه يعني. ولو حبيتي تحطي بدل الزيت زبده ما فيش مشكله على فكره، بتبقى حلوه جدا جدا جدا. بس انا بصراحه بستكفي ان هي كده كده الفراخ بتنزل صوص، ومع شويه الزيت بتبقى حلوه قوي قوي قوي. وهنا بقى كنا وصلنا لاخر مرحله بقى. فلو وصلتوا معايا لحد هنا ادوني لايك وادوني شير وادوني دعوه حلوه، ونشوفك على خير في الفيديو الجاي يا منمن.